بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بنرحب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. معاكم محاسبة هبة فتحي. هنكمل إن شاء الله منهج الجدارات المستوى الثالث مبادئ المحاسبة. دليل الطالب، حل التمارين أو التدريبات من دليل الطالب. هنكمل إن شاء الله شرح الدرس البسيط أوي عشان نحل تدريبات مخرجات التعلم. ويلا نبتدي على طول نشوف المعلومات بتاعتي هتكلم عن إيه. كاتب حسابات جدارات ترم تاني. الفروض والمبادئ المحاسبية. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المحاسبة انه علم اجتماعي. بتحكمه طبعا مجموعة نظريات علمية، علشان انا مش بأيد عشوائي. طبعا أسس ومبادئ متعارف عليها وكل الناس بتطبق بيها، وكل دولة وليها مجموعة من المبادئ والمعايير اللي شغالة بيها. وطبعا هنتعرض لأهم الفروض والمبادئ المحاسبية يا جماعة. أول حاجة الفروض المحاسبية اللي هي بتمكن المحاسبين من أداء الوظائف المحاسبية وتلقى قبولا عاما. أول حاجة اللي أنا مظللها باللون الأصفر الجميل عشان بحب الألوان قوي، استقلالية الوحدة المحاسبية. يعني الشخص، احنا عملنا شركة، يبقى الشركة دي بعيدة كل البعد عن شخصية أصحابها، هي مستقلة لها دفاتر مختصة بيها دون ملاكها. والاهتمام بينصب على نشاط الشركة. يعني أنا ما باخدش أي شركة، ما بدخل أي شركة بركز على نشاط الشركة، مش بسأل على مين ملاك الشركة دي، لأن الموضوع مش مهم بالنسبة لي، لأن الشركة منشأة معنوية هادفة للربح. بتاخد بقى الأشكال دي، يبقى الأشكال الموجودة قدامنا دي عشان تبقى فاهم. عندي هنا 3 أشكال. الشكل الأولاني منشأة فردية، ومن اسمها طبعا فردية يبقى هي ملك الفرد واحد أو ملك لشخص واحد، وغالبا هو يكون المدير بتاعها، وهو اللي بيمسك الدفاتر، وهو اللي بيعمل كل حاجة، ويكون مسؤول مسؤولية كاملة من ناحية قانونية عن التزامات، عن ديون الشركة، عن ديون المنشأة. وطبعا دي المثال بتاعها المحلات التجارية الصغيرة، ومحلات الخدمات والمزارع والمهن زي الأطباء والمحاسبين والمحامين. تمام. وطبعا اسمها منشأة فردية من اسمها. النوع الثاني شركات أشخاص، وهذا النوع من المنشآت يملكها أكثر من شخص، ويستلزم ذلك وجود عقد اتفاق بين الشركاء. بيوضح الاتفاق على كيفية توزيع الأرباح والخسائر. يعني 3-4 شركاء مع بعض اتفقنا إن احنا هنعمل شركات أشخاص، بنكتب بقى بينا، لازم يكون بينا تعاقد بيوضح مثلا رأس المال قد إيه، هنوزع الربح والخسارة إزاي عشان ما نتخانقش ببعض. وبيوضح كمان واجبات كل شريك من الشركاء. يعني مثلا أحمد ومحمد عملوا شركة، أحمد هيدير الشركة مكتوب في العقد إنه هيدير الشركة مقابل مرتب، وعلي مثلا يحصل على المكافأة. وبنقسم الشغل ما بيننا، وده لو احنا 2 أو 3 أو أكتر فده اسمها شركة أشخاص. تمام. طبعا الشركاء دول مسؤولين مسؤولية كاملة عن التزامات المنشأة. وطبعا النوع ده أكثر شيوعا زي المحلات التجارية، وبيختص برأس المال متوسط الحجم. تمام، يعني شركة متوسطة مش كبيرة قوي ولا صغيرة. النوع الثالث بقى والنوع المهم اللي هو شركات الأموال، عبارة عن وحدة قانونية. تمام، شركة كبيرة مستقلة عن ملاكها، بيساهم فيها عدد كبير أو من الأشخاص مقابل حصولهم على أسهم. يعني شركة أموال متقسمة رأس مالها إلى أسهم، كل واحد بيروح يشتري شوية أسهم أو مجموعة من الأسهم، يبقى هو كده مساهم في الشركة، وبتطلع له الأرباح على حسب حصته في الأسهم المخصصة له. طبعا وفي الحالة دي لا يكون مسؤول عن ديون الشركة إلا في حدود ما يمتلك من أسهم. طبعا البند الثاني استمرارية الوحدة المحاسبية. يبقى الفروض المحاسبية أنا اتكلمت عن استقلالية الوحدة المحاسبية. تاني حاجة هتكلم عن استمرارية الوحدة المحاسبية. يعني الوحدة الحسابية أو الوحدة المنشأة الشركة وجدت لتستمر، يبقى أنا مش حاطة في اعتبار إن الشركة دي هتصفي، لأ، ده الشركة موجودة عشان تستمر وتحقق أرباح. تمام. و الملاك مش بيفكروا في تصفيتها نهائي إلا في ظروف معينة. النقطة الثالثة وحدة القياس النقدي. طبعا النقود هي وحدة القياس، وإن تغيرت أو تطر عليها تغير على قيمة الاستثمارات أو الدخل، طبعا بفترض ثبات القوى الشرائية للنقود. يبقى عشان متتعبش نفسك، وحدة القياس النقدي هي الفلوس أو النقود. بشوف نتيجة نشاط المشروع بتاعي بمقدار ما يحققه من ربح، أو لا قدر الله على خسارة. نيجي الفترة المحاسبية. طبعا اللي أنا بحاسب بيها المنشأة هي سنة، ممكن أقسمها تمام خلال عمرها الإنتاجي أو خلال عمرها في العمل، يعني
الى ممكن السنه مثلا بتبدا في اول يناير تنتهي في اخر ديسمبر، او اول يوليو تنتهي في نهايه يوليو. المهم ان هي تكمل سنة عشان أحكم على نتيجة أعمال المنشأة. يعني أنا لو فتحت شركة والشركة بتخسر مش ينفع أفضها قبل سنة، لازم أتأكد من نتيجة أعمال المنشأة. تمام. ممكن في بعض المنشآت بقسم العمر السندي إلى فترات زمنية، ممكن كل 3 شهور ببتدي أحاسب، كل 4 شهور ببتدي أعمل أرباح وخسائر. نيجي المبادئ المحاسبية اللي أنا ببتدي أتكلم عليها، وفي أمثلة جميلة قوي بس هاخدها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. طبعا ما ننساش الاشتراك في قناة أبرار التعليمية مواد تجارية عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد من الطلبة وتشوفوه وتستفيدوا منه. كان معاكم محاسبة هبة فتحي من مدرسة زهرة التجارية في المنيا. أشوفكم على خير في شرح فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.